وهب اليوم عازم على عرض أجمل فنه لعروسه الجميلة. وهب اليوم يريد أن يترنم وسط الميدان بالأناشيد التي لقنته إياها أمه. اليوم سيتراقص السيف في يده. اليوم ولدي سوف يسحر الإنس والجن في الأرض والسماء بسيفه المسلول وبفنونه الحربية أيضاً. أماه لا تبالغي، أخشى ألا أبيض وجهك. أنت شبل الأسد يا ولدي، أنا أعرف من ولدت. هل تعرف جيداً؟ أعرف ماذا؟ أعني أتجيد القتال؟ ليس بالقدر الذي تتوقعه أمي. السيف والجواد هما شرف كل عربي، وأنا عربي وسأجهد لحفظ هذا الشرف. العدو بالآلاف ونحن أقل من 100. في مثل هذه الميادين لا يعتمد على أفضل مهارات فرسان العالم. في مثل هذه الحرب سلاح العشق هو أقوى سلاح يا أمي. يا ثمرة حياة أمه، الله سبحانه أحبنا فوضعنا على طريق سبط رسول الله. لقد اختارتك يد الإمام الحسين فانتقتك من روضة الشباب يا ولدي. أنت ناصر نور عين فاطمة الزهراء. لقد وقع على عاتقك طائر السعادة فدعيت إلى حفل أهل الملكوت. دع عنك التعزز واذهب. أماه، أراك تتحدثين وكأننا لن نرى وهبا بعد اليوم. اليوم في نينوى إسماعيل خلف إسماعيل مصطفون للذبح. ولدي واحد من هؤلاء القرابين. وهب يذهب ليضحي بدمه ليحني يدي ويديك بهذا الدم. وأنا ماذا علي أن أفعل؟ أنا التي لا أب لي ولا أخ ولا أقارب حتى. ماذا سأفعل الآن؟ لم يمر على زواجي بوهب أكثر من 20 يوماً. وهب هو حبي الوحيد، هو أملي في الحياة ولا أحد لي غيره. يا وردتي، يا عروستي، لا تدعي دموعك توسوس لزوجك فتضعفه وتثنيه عن عزمه. إذا كنت تحبينه حقا يا ابنتي فلا تحرميه من سعادته وحبه للشهادة. أماه، هذه عروسي أودعها بين يديك وأودعكما بين يدي الله. عديني بأن تكوني أما صالحة لها كما كنت لي. كن واثقا يا أيها الأسد الشجاع، سوف تبقى هذه الملاك الجميل ابنتي وعروسي وتذكار ولدي العزيز. بشرط واحد أوافق على ذهابك لميدان الحرب. شرط؟ في هذا اليوم نصرة الإمام الحسين تكليف شرعي على أمة جده رسول الله، فهل تكون الشروط على مثل هذا الواجب الفضيل من الإنصاف؟ ما سمعته ولا غير، فإن لم تقبل شرطي سأشكوك إلى الإمام الحسين وإلى رب الإمام الحسين أيضا. ما هو شرطك؟ أعدني بأن تقبل كي أقول لك شرطي. كيف أعدك وأنا لا أعرف شرطك؟ لا تخف يا وهب. لا يمكن لعروس فتية مثلي تريد أن تقدم كل آمالها وأحلامها للذبح كقربان أن تكون شروطها غير منصفة. حسناً، تكلمي يا ولدي. وإذا كان شرطها العدول عن عزمك على الجهاد هل ستقبل شرطها؟ ولكن أماه، هل أنا ضعيفة العزم والإرادة إلى الحد الذي يجعلني أكون سبباً في عدول زوجي عما هو قادم عليه؟ ولكن ألا يحق لي أن أحافظ على سعادتي وأنا في هذه المرحلة من العمر؟ لماذا لا يحق لي أن أطلب لنفسي ما تطلبانه؟ فلا تخافي، شرطي ليس بالشيء الذي يمنع وهبا من الوصول إلى ذلك الحفل الملكوتي. حسناً، قلت حسناً، لقد قبلت. عليك أن تعاهدني بأن توفر لي في الدار العقبة ما لم تستطع أن توفره في هذه الدنيا. عدني بأن أكون زوجتك يوم القيامة وأن تكون زوجا لي. سبحان الله، في أي عالم تسيرين؟ في العالم الذي أنت تحلق فيه وتتشوق إليه اليوم. ماذا لو كنت من أهل جهنم؟ أتصرين على أن تكوني شريكتي؟
أبواب جهنم مغلقة في وجوه فدائي الإمام الحسين. ما أعجب شرطك أيتها الحسناء. حسناً يا وهب، هل توافق على شرط عروستي؟ وهل لي غير القبول طريق؟ عليك أن تعطيني ضماناً لكي يطمئن قلبي. وهل من ضامن أفضل من شرفي؟ لم أقصد ذلك، ولكن أريد أن يكون سيدنا الإمام الحسين ضامنك. لقد أظلمت قلوبكم فسود الله وجوهكم حتى صرتم أسوأ من بني إسرائيل. أتعلمون خطورة أفعالكم؟ أتقطعون الطريق والماء على ابن بنت رسول الله؟ لماذا؟ ألجرم ارتكبه في حقكم؟ أم لحق اغتصبه منكم؟ أم لدم سفكه من أحدكم؟ إني أقسم بالله العظيم إن لم تكفوا عنه سوف لن تروا السلام والطمأنينة إلى يوم القيامة، وسوف لن تنالوا الرحمة والنعمة من الآن إلى يوم الدين، وستكون الخيبة نصيبكم من الحياة. أنت أيها المغرور، كف عن الموعظة، صدعت رؤوسنا. من أنت؟ أنا وهب بن عبد الله بن حباب الكلبي. كنت قبل اللقاء بسيدي ومولاي الإمام الحسين أدين بدين النصرانية، وعندما رأيت إيمان الحسين وعلمه وعمله همت به حبا. أقسم بالله العظيم إن عيسى المسيح في الملكوت مشتاق للقاء الإمام الحسين. يا أهل الكوفة، اسمعوا عن عزم هذا النصراني الذي رأى النور بنور الإمام الحسين. أقسم بالله خالق الشمس وخالق الليل والنهار، أقسم بالله خالق السماء والأرض والبحار ومنزل الأمطار، ما جئت إلا لأفدي سيدي صبط النبي الكريم بروحي. ألا يوجد ناصر للحسين فاستجار بالنصارى؟ ارجع أيها الصبي، عد إلى أمك، فنحن لا حرب لنا مع أهل الكتاب. قطع الله لسانك يا لعين. ألا ترى أنك قد سللت سيفك الآن على كتاب الله؟ أكبر دليل على بطلان دعوى الحسين أنه قد أرسل نصرانيا للمذبح في هذا الميدان. أسألك أيها الصبي، هل تعرف أسماء آلات السلاح؟ زهير، حتى متى نبقى متفرجين على شعوذة هذا الصبي المراهق؟ اذهب واثقل أمه به. سمعا وطاعة.
لم يكن العهد بالحرب مناجسة واحدا لواحد، لكن ليس غريبا منك. نقض العهد أيها الكافر اللعين، فابرز لي بنفسك إن كنت رجلا. سأعطي جائزة جيدة لمن يأتيني برأس هذا الثعبان